فابن سبأ مؤسس التشيع مؤسس الولاية ليس رجلا واحدا، إنما هو قائد من إصابات الماسونية وقتئذ. هذه الإصابات هي التي اختلقت الرفض واختلقت الغلو في الأشخاص ليدمروا الإسلام من الداخل، كما دمروا المسيحية واليهودية، كما دمروا دعوة عيسى وموسى. واليوم نسمع من أحد تلاميذه في داخل الإسلام من يسمون أنفسهم مدعي التشيع، نسمع كلامهم الذي رددوها منذ 1000 سنة، أي سب الصحابة وسب أمهات المؤمنين. وهؤلاء هم المعجزة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، لأن القرآن طبق فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قام بدعوته ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والناس ما بين سعيد وشقي، السعيد هو الذي استجاب لدعوته والشقي هو الذي رفض دعوته. وهؤلاء الأشقياء اليوم الذين صنعهم ابن سبأ في داخل الإسلام، من يسمون أنفسهم بالتشيع، والتشيع منه براء وآل بيت منه براء، بل وصل بهم الخصة والحقارة، قومهم تبرؤوا منهم، لكنهم خدمونا دون أن يريدوا. كيف؟ لأن بإظهار دينهم وبإظهار معتقدهم وهم يعلمون جيدا في خلال رواياتهم إنكم على دين لو أظهرتموه لأذلكم الله. اليوم هم أظهروا دينهم ولذا أذلهم الله إلى أن يضطر سيستاني يتبرأ منه ومن أمثاله. والقائد المجوسي المنهزم يزدجرد بعدما انهزم قال في مؤتمر نهاوند: عليكم أليس فرديناند النمساوي في الأمس كان كلمة خطيرة جدا؟ القائد النمساوي الصليبي الشهير قال: لولا الصفويون الشيعة في إيران لكنا نقرأ القرآن في أوروبا كالجزائريين. فرديناند النمساوي في الأمس كان كلمة خطيرة جدا. القائد النمساوي الصليبي الشهير قال: لولا الصفويون الشيعة في إيران لكنا نقرأ القرآن في أوروبا كالجزائريين. لولا الصفويون الشيعة في إيران لكنا نقرأ القرآن في أوروبا كالجزائريين. واليوم يقول الرفسنجاني وبقية إصابته: لولا طهران لما سقطت كابول وبغداد. أي أن الرفض والتشيع آلة عقدية بيد أعداء الإسلام، سواء في ميدان العقيدة أو في ميدان السياسة.